السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنعمل مع بعض التورتيه القمر دي. هنعمل ايه بقى؟ هنحشيها مع بعض وكمان هنجلسها مع بعض. وان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي باحلى تزويق للتورته. وكمان هسيب لكم ازاي نعمل السور اللي في الجنب ده، وكمان طريقه الكيك ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. تعالوا بينا على طول نخش في الفيديو ونشوف احنا عملنا التورتيه القمر دي ازاي. زي ما قلت لكم مع بعض هنجلسها وكمان هنحشيها، وهنقول على تريكات كده مهمه لاي بنوته نفسها تتعلم التورت تعملها، وهتبقى التورتيه معاها مظبوطه وجميله زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا يا بنات نبدا الفيديو ونقول بسم الله. يلا معايا. طبعا التورتيه دي معموله في اوردر شغل، فان شاء الله هنعملها مع بعض ونبدا ونشوف يومنا مشينا ازاي. يلا بينا. اول حاجه طبعا صباح الفل عليكم، صباح الورد وصباح السعاده. حضرت الكيك من بالليل يا بنات زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله جميله جدا. معايا كمان لبن متلج. وهنشرب بقى الاول شويه القهوه كده على الصبح عشان خاطر نصحصح، لان بصوا شغل التورت ده بنات بجد متعب جدا جدا. انا مش بحب القهوه بصراحه، بحب ريحتها جدا لكن مش بحبها. اللي ما بيحبش القهوه يكتب لي تحت في الكومنتات يا بنات. لكن ريحتها بصراحه بالنسبه لي بعشقها. بس مضطره بقى ان انا اشربها عشان كده اصحصح، لان ايه مطبقه يومين. فيلا بقى نبدأ فين في الوصفة بتاعتنا ونبدأ في الفيديو. وأول حاجة عملتها زي ما شفتوا كانت البولة فيها شوية من القهوة كده بسيط، بتدي نكهة حلوة جدا في الكريمة الشوكولاتة. أنا النهاردة هعمل تورتاية شوكولاتة. حطيت نص كيلو من الكريمة وعليها معلقتين كبار من النوتيلا، وكمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. وأنا هنا استخدمت كريمة المتحدة. بستخدم كريمة المتحدة الخام تبقى طعمها تحفة، وكمان الكريمة اللباني بتاعتهم بتبقى جميلة جدا. تمام. وحطيت عليهم 4 معالق من السكر. لو عايزة تقلليهم معلقة 3 معالق يبقى تمام مفيش مشكلة، عشان طبعا احنا حاطين نوتيلا. وبدأت بقى ان انا اضربهم الاول على السرعة الاولى وبعدين على السرعة التانية. طبعا كان عندي برضو شوية صوص شوكولاتة حطيتهم. طبعا لو عايزه برضو تحطي صوص من الصوص الكراميل طبعا تقدري تحطي لو بتحبيه، تزودي برضو النكهه بتاعتها تبقى تحفه جدا. طبعا الكريمه بتلعبي فيها زي ما انت عايزه وحسب الاذواق. تمام يا بنات، وحسب الطلب. في ناس بتطلب عايزه في الكريمه نفسها نوتيلا، عايزه في الكريمه نفسها جناش شوكولاته، اللي تحبيه حطيه. تمام. وطبعا بقى احنا النهارده هنعمل زي ما قلت لكم شوكولاته، وهنعمل التورته بتاعتنا مقاسها 20. فعندي القاعده مقاس 20. طبعا كل الحاجات دي بنشتريها من عند محلات الخامات الحلواني. تمام. الاكياس والاقماع وكمان قواعد التورته والعلب وكل حاجه بتشتريها من عند خامات الحلواني. زي ما انتم شايفين يا بنات انا بحب القوام بتاع الكريمه يبقى بالشكل ده. قوامها بيبقى تقيل معايا وبتبقى جميل. مقدار اللبن يا بنات اللي خدته الكريمه نص كيلو كريمه المتحده. الخام اخد معايا نص رتل من اللبن. انا بحب استخدم اللبن بخيره، بيبقى جميل جدا في التورت وبيدي نكهه حلوه جدا. وكمان اللبن الجاموسي برده بيبقى جميل جدا. عندي بقى ده يا بنات خليط التسقيه اللي احنا هنسقي بيه الكيك. عباره عن شربات خفيف او سيرب خفيف، وبنحط عليه معلقه كبيره من الكاكاو، او لو في صوص شوكولاته برده تحطيه فيه يبقى جميل جدا، او معلقه نوتيلا وتدوبيها فيها بتبقى جميله برده معاكي. او ممكن يبقى شربات ساده خالص يكون خفيف وبيكون جميل. لكن بلاش ميه الكمبوت يا بنات تحطوا فيها في التورت، بتحمض الكيك وما بقاش طعمها يعني احسن حاجه. هنبدا بقى. اول حاجه جبت القاعده مقاسها 20، وحطيت عليها الاول قطعه من الكريمه، وبعدين بدات ان انا احط اول سبونج. زي ما قلت لكم بنات انا بحب احط الكريمه في كيس كده عشان خاطر تديني الطبقات كده لما تيجي الكيكه تتقطع طبقات متساويه كده وتبقى مظبوطه وجميله جدا معايا. حطيت اول طبقه من الكريمه بالشكل المتساوي دوت، وبعدين بدات بقى ان انا احط عليها صوص شوكولاته، واحط برده صوص كراميل. وهنحط طبعا بندق محمص هيدي طعم تحفه جدا. البندق بقى بنات توصوا بيه لان بيدي نكهه حلوه جدا جدا في تورته الشوكولاته بالذات. اكتر صنف من صنف المكسرات بحبه البندق، بيبقى نكهته قويه جدا وكمان بيليق جدا مع الشوكولاته والكراميل. خلاص يا بنات حطينا بقى بعد ما حطينا الصوصات وحطينا البندق، حطيت برضو قطعه عشان خاطر احط عليها السبونج عشان تمسك معايا. تمام. عشان لو حطيتها على الصوصات مباشرة مش هتمسك معايا وهتجري مني ايه السبونج. تمام يا بنات خدوا بالكم التريكات دي، هي دي التريكات المهمة في التورتة اللي هتخلي لك التورتة بتاعتك متماسكة، هتبقى ماسكة نفسها وكمان عمرها ما تميل منك ابدا. تمام يا بنات. سقيت تاني طبقة من الكيك، وهبدأ برضو اوزع الكريمة بالشكل ده بشكل متساوي زي ما قلت لكم، عشان خاطر ايه لما نقطعها تبقى تمام معانا. هنكرر برضو نفس الكلام، هنحط الصوصات، احط صوص كراميل، احط صوص شوكولاته،
وكمان هحط البندق زي ما قلت لك بقى، توصي بالبندق كده عشان يبقى ايه طعمها حلو جدا. طبعا تقدري بقى تحطي اي صوصات انت عايزاها، لو عندك مربى حليب حطي، لو عندك توفي حطي، تبقى برضو تحفة مع الشوكولاتة. طبعا الحشوات يا بنات اللي جوه دي بتبقى تبع طلب العميل. في ناس بتطلب من جوه ما بيحبوش الكراميل، ما بيحبوش الصوصات من جوه، بيحبوا بس يبقى بندق بس، حسب الطلب وحسب ما بيحبوا. تمام. حطيت بقى تالت ديسك، وبعدين بدأت برضو ان انا اسقيه. هنسقي كويس جدا يا بنات لو التورتايه هتروح في نفس اليوم. لو التورتايه هتبات معاكي ما تسقيهاش قوي عشان خاطر الكيك ما يدوبش معاكي ويطرى جدا، وساعتها ممكن تسببي في مشكله. لكن لو انت في نفس اليوم طبعا سقيها كويس جدا، بتبقى حلوه جدا لما بتبقى طريه. تمام يا بنات. عملت تالت طبقه، برضو حطيت نفس الكلام، كريمه، صوصات، وحطيت المكسرات. وبعدين هبدأ برضو احط قطعة كريمة بس من فوق على الصوصات. طبعا دي بتبقى مهمة جدا عشان خاطر ايه ما تاخدش الطبقة اللي فوق، ممكن تاخد الصوصات وتنزل. تمام يا بنات. لكن الكريمة بتثبت لنا ايه، بتثبت لنا طبقة الاسبونج. هنبدأ بقى نمشي بقى الكريمة على الأطراف عشان نجلسها من بره خالص، ونبدأ بقى نغطي كل الكيك بتاعنا بالكريمة. زودوا كمية الكريمة على قد ما تقدروا، وبعدين تسحبوها بالاسباتيولا مش مشكلة، لكن ما تحطيش قليل وتفضلي تسحبي عشان خاطر ايه ما يسحبش معاكي كيك، وهيبقى المنظر مش حلو معاكي، ومش هتعرفي تجلسيها كويس، والكريمة هيختلط بيها ايه فتافيت الاسبونج. تمام يا بنات. هنعمل بقى كده بالراحة بالاسبونج، هنبدأ نمشي كده بالراحة ونساوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا في المرحلة دي يا بنات بيبقى المشاهدة أهم كتير من الكلام، يعني انت لازم تشاهدي كده وتبصي بعينك انا بعمل ايه بالظبط. بصوا يا بنات انا بمشي كده بالاسباتيولا بالراحه، ايديكي لازم تكون خفيفه جدا على الكريمه، ما ينفعش تقيلي ايدك على الكريمه، هتاخد من الاسبونج ومش هتديكي المنظر التمام. لكن ايديك تبقى خفيفه على الكريمه، تسحبي بالراحه، يبقى جنبك مناديل او جنبك طبق الكريمه، بتسحبي وتحطي الكريمه، بتسحبي وتفضي الاسباتيولا، وبعدين بترجعي تاني تسحبي بالراحه. ولو تلاقيتي حاجات متفتحه بالشكل ده برضو بتدي لها كريمه، وبرضو بتعيدي عليها تاني لحد ما هتبقى متساويه معاكي زي ما هتشوفي معايا. بصوا يا بنات انا زي ما قلت لكم الفيديو ده هنعرف فيه بس ازاي نجلس وازاي نحشي التورته. ان شاء الله الفيديو الجاي انتظروني في زواق التورته باذن الله، هنزوقها مع بعض واحده واحده، وهنتعلم ازاي نزوق تورته، هنزوق مع بعض التورته باسهل طريقه وباقل امكانيات، واعرفكم ان شاء الله كل حاجه بنجيبها منين والتفاصيل بالظبط. هنسحب بقى زي ما قلت لكم واحده واحده لحد ما نسويها ونخليها زي المسطره. طبعا لو مش عندك الاسباتيولا تقدري تستخدمي سكينه بس تكون عريضه، وزي ما قلت لك ايدك تبقى خفيفه. وطبعا لو ما عندكيش برضو سكينه ممكن تستخدمي المسطره بتاعه ولادك، هتديكي نتيجه حلوه جدا جدا في التجليس، وهتخليها معاكي مسطره وزي الفل. وعايزه اقول لك كمان ممكن تدخليها الفريزر بالشكل ده وهي منعكشه كده، تدخليها الفريزر وبعدين تبداي تجيبي ميه سخنه وتجيبي دورق، وبعدين تبداي تحطي السكينه في الميه السخنه، وبعدين تبداي تجلسيها وهي متلجه، هتديكي كمان نتيجه سهله جدا وبسيطه. وزي ما انتم شفتوا ان شاء الله ده الفيديو، واتمنى يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامه. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.